السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتكلم عن شريط الأوامر السفلي في برنامج الأوتوكاد. شريط الأوامر السفلي في برنامج الأوتوكاد من أهم الشرايط اللي انت بتحتاجها أثناء الرسم لسهولة الرسم عليك. بيبدأ الأول بحاجة اسمها كاستمايزيشن. لو انت ضغطت على كاستمايزيشن اللي هي الثلاث شرط فوق بعض دي، هنلاحظ اللي فيه حاجات قدامها علامات صح وحاجات تانية مش قدامها علامات صح. معنى علامة الصح من عدم علامة الصح يعني الحاجة دي ظاهرة تحت هنا ولا مش ظاهرة. يعني مثلا لو انت ضغطت دلوقتي على اورثو مود اللي هي دي اورثو مود، لو انت ضغطت كده هتلاقيها ما عادتش ظاهرة. طيب بولار تراكنج اللي هي دي، لو انت ضغطت عليها مش هتلاقيها ظاهرة. يبقى دلوقتي الصح دي من عدمها معناها هي ظاهرة تحت ولا مش ظاهرة. طيب اللون الازرق ده معناه ايه؟ معناه الحاجة دي متفعلة ولا مش متفعلة. يعني انا لو ضغطت دلوقتي على الحاجة دي كده يعني دي مش متفعلة، ضغطت كده يعني متفعلة. البولر لو ضغطت عليها كده متفعلة، لو ضغطت كده يبقى مش متفعلة. دي ابسط حاجتين لازم تكون متعلمهم معايا. طيب في برنامج الاوتوكاد الطبيعي بيكون في حاجة اسمها الدايناميك انبوت، بتكون متفعلة معاك بس ما بتكونش باينة هنا تحت. وعلشان نرتاح مع بعض واحنا شغالين داخل برنامج الاوتوكاد، النصيحه الغي الدايناميك انبوت. طب الغيها ازاي؟ باجي هنا على الكستمايزيشن، الاقي هنا حاجه اسمها الدايناميك انبوت، اضغط على الدايناميك انبوت، الاقي هنا هتلاقيها عندك كانت متفعله. يعني الدايناميك انبوت هنا هتلاقيها متفعله. انت بقى تعمل ايه؟ تقوم ضاغط عليها تلغي تفعيلها، وبعد ما تلغي تفعيلها تقدر تيجي هنا على الكستمايزيشن وتشيل الصح من قدامها، علشان انا ما عنتش اشتغل بحاجه اسمها الدايناميك انبوت. خلي بالك هو ايه الدايناميك انبوت؟ تعالى كده بس عشان تفهم الدايناميك انبوت. لو ضغطت هنا فعلته، جيت هنا ارسم خط، نلاحظ اللي بمجرد اما بتضغط على كلمة لاين بيظهر لك هنا مربعين جنب المؤشر اللي انا بحركه ده. حضرتك بتدخل فيهم القيم. يعني انا مثلا هكتب هنا 100 اهو، اترسم لي هنا 100 اهو. اتحرك تلاقي انا بكتب في مربع فوق، ما بكتبش تحت في الكومن ويندو اللي تحت دي. عكس اللي انا لو حضرتك قمت رايح جيت هنا لغيت تفعيل الدايناميك انبوت، اما اجي اعمل هنا لاين بكتب تحت هنا، اما اجي اكتب 100 بتتكتب تحت هنا. ما عادش في عندي مربعات فوق اكتب فيها اي حاجه. دي ببساطه يعني ايه دايناميك انبوت. فانا عشان كده انا بلغي تفعيلها علشان نستريح واحنا شغالين مع بعض بسهوله جدا. هنلاحظ دلوقتي اللي عندنا حاجه اسمها هنا الدروينج جريد. ايه ديت؟ هي المؤشرات الصغيره اللي هي الخطوط الوهميه الخفيفه اللي داخل برنامج الاوتوكاد. لو انت ضغطت عليها كده هتلاقيها ما عادتش موجوده، لو ضغطت عليها كده هتظهر تاني. الاختصار بتاعها F7. خلي بالك ان الاختصارات بتاعت F7 و F8 و F10 لغايه F12 ممكن في بعض الاجهزه ما بيشتغلوش الا في حاله لو انت ضغطت على حاجه اسمها فانكشن اللي هي اختصارها FN، اللي هي موجوده جنب زرار الكنترول في الكيبورد. بتضغط على فانكشن ثم تضغط F7 او F8 وخلافه. اختصار الدرونج جريب هي F7. عندك هنا حاجه اسمها الاورسو او الاورسو مود او الاورثوجونال. ايه هي الاورثوجونال؟ هو اختصارها F8 وبتتيح لك الرسم في اتجاه X و Y فقط. طب ايه اللي جنبها دي؟ حاجه اسمها البولار تراكنج اختصارها F7، بتتيح لك الرسم في زوايا. وخلي بالك اللي جنب الاورثوجونال جنبها مؤشر صغير، لو ضغطت على المؤشر الصغير بيقول لك ايه هي الزوايا اللي انا هديك عندها انديكيشن. نلاحظ ان انا ممكن اقول له اديني انديكيشن عند 30 و60 و90 و120 ومضاعفاتها عن طريق ان انا اضغط صح قدامها. نلاحظ دلوقتي ان التراكنج متفعل، وجوه التراكنج اللي متفعل الزوايا دي اللي هيديني عندها انديكيشن. خلي بالك اللي في حالة تفعيل الاورثوجونال بيختفي تفعيل البولر، عشان ما ينفعش تشتغل في اكس وفي واي وفي نفس الوقت تشتغل في البولر. نلاحظ ان انا لو ضغطت على الاورثو اختفى التفعيل بتاع البولر، وهكذا العكس صحيح. نلاحظ برضك عندنا هنا حاجة اسمها الايزومتريك درافتنج. دي بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في شبكه الفاير فايتنج اللي انت عايز ترسمها قواضعيه ثلاثيه الابعاد علشان تعرف الاوفست فيها قد ايه، والكلام ده نعرفه في الموديلنج بتاع الفاير فايتنج. عندك هنا الاوبجكت سناب تراكنج، دي بتسيبها متفعله. دي بتلقط الخطوط الريفرنس بتاعتك اللي انت بتساعدك على الرسم، فغالبا احنا بنسيبها بتكون متفعله. عندك هنا حاجه اسمها الاوبجكت سناب. الاوبجكت سناب دي هتلاقي جنبها سهم صغير، لو ضغطت على السهم الصغير هتلاقي جواه مجموعة من الحاجات اللي هي ممكن تبقى متفعلة وممكن مش تبقى متفعلة.
فالديفولت بتاع البرنامج ان الحاجات دي ما بتبقاش كلها متفعله. يعني مثلا الميد بوينت ما بتبقاش متفعله، النود ما بتبقاش متفعله، حاجات كتير جدا ما بتبقاش متفعله هنا. فمش معنى ان السناب من بره متفعله اللي كل حاجه جواها تبقى متفعله، لا. يعني انا ممكن اعمل كل كده، اخفي كل ده، شلت الصح من قدامه، وممكن اقوم رايح بس حاطط قدام حاجه واحده بس. نلاحظ دلوقتي ان السناب متفعله، بس اللي جوه السناب اللي متفعل حاجه واحده بس. فعلشان اضمن ان كل حاجه جوه السناب متفعله، اعلم قدام كل حاجه قدام السناب صح. طب يعني هو ايه السناب اصلا؟ هو ملقاط. يعني ايه ملقاط؟ يعني مثلا انا دلوقتي عايز ارسم خط من نهايه الخط ده، لو ضغطت على لاين الاحظ اللي فيه علامه بتقول لي انت في نهايه الخط. طيب لو انا لاغي من السناب حاجه اسمها اند بوينت، اجي احاول ارسم خط من نهايه الخط، مش هيديني انديكيشن، مش عارف انا في نهايه الخط ولا في نص الخط. طيب لو انا جيت هنا لغيت حاجه اسمها الميد بوينت، لغيتها، انا عايز اطلع من هنا نص الخط، مش هتلاقيه مديني انديكيشن انت فين في نص الخط، كله زي بعضه. اما لو انا مفعل هنا الميد بوينت، ميزه الميد بوينت هنا هتعمل لي ايه؟ اول لما اجي في نص الخط بيديني مثلث، فعارف اللي دلوقتي الخط ده في نص الخط بالظبط. ده لازمه السناب. طيب ده ببساطه السناب. طبعا انا مش مطلوب منك ان انت تحفظ اي اوامر لغايه دلوقتي، احنا بس بنتعرف على واجهه البرنامج. وشكرا لكم.